السلام عليكم. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلص ولسه عندنا البلح. فانا قررت اني انا ما ارموهوش ولا اسيبه ان هو يفضل يبوظ يعني، لان البلح برضو من الحاجات اللي بتسوس وتدود لو سبتيها كتير. انا غسلته، فصصته الاول ونقعته في ميه وبعد كده شطفته وهسيبه يتصفى. وانا البلحه اللي معايا بلحه طريه مش بلح ناشف، فبكده انا هحط نص كوبايه ميه بس عليه عشان يطرى شويه كمان معايا، وبعد كده هنزل عليه بالسمنه. لكن لو ناشف اسلقيه علشان يبقى معاكي طري ما يتعبكيش. انا عن نفسي ههرسه بالهراسه وهو في الحله وعلى نار شمعة. انا حطيت على الكيلو بلح 3 معالق سمنه. ما ننساش ان احنا برضو مطلعين من كيلو البلح ده شويه بلح برضو كانوا بايظين منهم، يعني مش كيلو صافي صافي يعني. تمام. وهو على نار واطيه خالص انا شغاله بالهراسه لحد ما ينعم معايا. انا كنت ممكن اضربه في الكبة، بس انا خايفة اني الكبة يحصل لها حاجة لاني البلح تقيل، ففي حاجات تقيلة ما ينفعش نستعمل الكبة والخلاط فيها. فيعني بالهريسة كده لو استعملتي انتي الكبة او الخلاط هتضطري ان انتي تحطي حبة حبة، ما تحطيش كميتك كلها. انا كده البلح عندي تمام ناعم وسمنته كويسة. طبعا البلح مش هقول لكم على فوائده، الفوائد بتاعته كتير جدا وهتلاقوها عندي على الصفحة، انا منزلاها لأمراض القلب والعظام وللست الحامل والست اللي بترضع وللرجالة، يعني ليه فوائد كتير جدا. مش عايزة اطول عليكم واطول الفيديو. شوفوا الفوائد بتاعته على الصفحة. انا هنا بلم العجوة بتاعتي في العلب اللي هحطها في التلاجة. خلي علبة في التلاجة هتستعمليها والباقي شيليه في الفريزر. والله هي عملت معايا كمية كبيرة بصراحة، ما شاء الله، اللهم بارك. فيعني الحاجة في البيت بتبقى حاجة نظيفة، انتي منضفاها بايدك وشطفاها وضمناها، ويعني حاجة كده غير العجوة اللي في الشارع اللي بتبقى والله بيبقى فيها تراب وبتبقى كمان متعرضة للهواء والأتربة والميكروبات. لكن حاجة كده في البيت وما خدتش معانا وقت ولا أخدت أي حاجة. أنا هنا العلبة اللي أنا هستعملها رشيت عليها حبة سمسم وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين، بحيث اني انا عايزة مكعب، عايزة 2 حسب ما انا عايزة تسيبيها زي ما هي سيبيها، يعني مفيش مشكلة عندك. ماشي. والباقي هحطه في الفريزر. اتمنى ان الوصفة تعجبكم ويكون الفيديو مفيد، وكل سنة وانتم طيبين وما تنسونيش في الدعاء.